يعني نصيحة للأهل، يعني دائما أوجهها أنه لا تضغطون على الأطفال من ناحية سواء الاختصاص سواء الدراسة. هي الدراسة مهمة والحرص مهم، بس أنه مو إلا الدرجات اللي ببالكم والاختصاص اللي ببالكم. يعني هو المشكلة شنو الدكتور أكو بمجتمعنا؟ أنه يعتبر إذا ما حقق هذا الشيء هذا الطفل لازم يحققه. يعني قصدي أنه حلم الأب اللي هو ما حققه يحمله للابن. خطية هذا المسكين. انزين يجوز هو غير احلامه واحلام ابوه. بالضبط. هي هاي المشكله دكتور هنا اللي جاي يصير، وهذا اللي يسبب زياده بالقلق وزياده بالتوتر سواء للطفل وسواء للاهل. قل لهم هم شخص مستقل، شخص بوحده عنده كيانه الخاص وعنده احلامه وتطلعاته، مو انه تحاول تنسخ نفسك عليه. يعني ما قدرت تحقق هذا الحلم، يعني unfortunately يعني ممكن يعني الله عوضك بشيء ثاني. خليه هو يختار حياته بايده، يعني ليش تضغط عليه الا يحقق هذا الحلم اللي انت ما قدرت تحققه؟ وهذا اللي جاي اشوفه، يعني انا جاي احكي لك من اللي جاي اشوفه من المراجعين اللي يجون، انه هو مثلا من احكي ويا الاهل كلهم دكتوره لا هو يريد يصير وهو اللي قال لنا، مثلا اقول لهم خلي احكي وياه او وياها بحدنا او هاي، بس يطلعون الاهل يقولوا دكتوره هم جاي يضغطون علي. زين دكتوره هم جاي يضغطون علي، دكتوره هم جاي يقولوا لي هيك شيء، انا اصلا ما رايده هذا الاختصاص، انا عاجبني غير اختصاص ثاني. اي فهو هذا الشيء اللي يزيد من هذه الاعراض اللي تصير بشكل مستمر، وتالي تعيقه بمجال عمله، واصلا راح تكون يعني مصدر الاحباط بالنسبه له للمستقبل، لان جاي يشوف روحه انه هو ما حابه ومجبور يكمل به، مو مثل ما هو اذا حاب المجال اللي هو بيه وجاي يكمله. وطبعا التوترات العائليه، يعني مثلا كانت الام متوتره والاب متوتر واضافه للضغط، هل هو يعني ينتقل هذا التوتر للابن والابناء يعني خصوصا هاي الامهات دائما تقولين عليهم متوترات، اللي تطلع للمستقبل هو بعد المستقبل ما صار وما حد يدري انه يعيش ذاك الوقت ما يدري. نعم. هل هو ينتقل؟ يعني قصدك اذا انتقل وراثيا او لا مو وراثيا، يعني هذا الكم الهائل من التوتر الموجود بالبيت هل ممكن ينتقل مثلا لافراد العائله؟ يعني هل النتيجه راح تكون مرجوه يعني زينه بالنسبه للاطفال؟ يعني ينتقل لهم يعني شلون؟ يعني انا اشوف هي بالنسبه صحيح. دكتور بالنسبه للامراض النفسيه بشكل عام هي عندها عده جوانب، من عندها الجانب الوراثي، من عندها الجانب البيئي، ومن عندها الجانب الاجتماعي. هذه يعني كلها تتداخل ببعضها وتنتج لنا هذه الامراض النفسيه اللي جايين نشوفها. فاحنا وهي طبعا نسبه كبيره بها عامل وراثي، يعني مثلا يجي القلق والوسواس القهري هذه كلهم بيهم عامل وراثي، حتى لو بنسبه مو كبيره، بس تنقل بالوراثه كجينات. هاي كوراثه. كبيئه اكيد يعني تنقل، يعني اذا شخص متوتر البيت كله ينقلب يتوتر وياه. انزين فهو لازم انه يكون الموضوع بتوازن، لازم من الناحيه البيئيه من الناحيه الاجتماعيه يكون الموضوع لازم بتوازن حتى نوصل لطريقه حل. يعني لانه مثلا الحل ما راح يكون بس من الجانب انه يجي يراجع بيه ويرجع لنفس البيئه اللي محفز بيها دائما